السلام عليكم، وراجع لكم موكا تاني. نجرب 3 منتجات جديدة ان شاء الله مع بعضينا، و3 منتجات كان نفسي فيهم من زمان. اخيرا جبت الايس كريم بالكيك ده اخيرا. بس مش مشكلة، قبل ما نتكلم في المنتجات اللي احنا هنجربهم ان شاء الله في الحلقة دي، وطبعا دي الحلقة اللي هنرد فيها على التعليقات بعد التعليقات ان شاء الله. قبل ما اتكلم على اي حاجة من الحاجات دي، انا احب اقول لكم ان في فيديو جديد عملته انا وبهاء، اللي هو ده. اللي هو ده، ماشي. الفيديو دوت عملناه على قناة بهاء اللي هي اسمها بيبو. هتلاقوا لينك الفيديو نفسه على في صندوق الوصف، هحطه لكم. كنا بنتكلم فيه عن موضوع تاني باسلوب حلو. اتفرجوا عليه لو عجبكم. اشتركوا في قناة بيبو، دوسوا له لايك. ما عجبكمش عادي خالص، بس ده فيديو انا وهو عاملينه على قناته، فلو حبيتوا تتفرجوا عليه هتلاقوا لينك الفيديو. خلونا بقى على طول ما نقعدش نهري كتير، نخش مع بعضينا على المنتج الاول. يلا بينا. في ايدي اهو، في قبض شيتشالش، ماشي. اللي انا خدت على عينيا في السعر بتاعه. كل ما اكلم حد في التعليقات الاقيه بيقول لي ده بيباع عندنا ب2 ونص، ب3 جنيه، مش عارف ايه. انا اللي عندي بس ب4 جنيه. ليه؟ ما بنتكلمش عليه كتير. انا دوت منه اطعام كتير. السلسله بتاعتنا عادي، فشار بوب كورن من تبع فاندي، بس المره دي بطعم الكراميل. فشار بالكراميل، يعني انا متهيالي فشار بالكراميل ده انا ما جبتوش حتى في السينما. فشار بالكراميل ده بس يطلع حاجه حلوه، ما يطلعش حاجه مقرفه. يعني البتاعه دي عملت مثلا دول 3 اطعام منهم، طعم منهم حلو وطعم منهم مش قد كده يا رب بس ما يطلعش حاجه جامده قوي. فشار بالكراميل. بس نفتح ونجرب ونشوف. سهل الفتح، اول ما تفتح تلاقي الريحه. هو قبل ما ادوق كده، ما شاء الريحه تقيله قوي منه. ده شكله طبعا من جوه مش عارف. بصوا لو لاحظتوا هتلاقوه مش زي الباقيين، تحسوا انه محروق ده ولا ايه، مش فاهم. يلا نقول بسم الله. ولا هو الكراميل اللي بيخلي الفشار عامل كده، مش عارف. بص انا هدوق واحده صغيره عشان انا الريحه اصلا عامل زي القهوه، زي ريحه القهوه بالظبط. عشان كده هنجرب اول واحده، نقول بسم الله. اول واحده كمان. بص شكل الفشار اقرب. خلي بالك حضرتك دوت مش طعم، ده حاجه عامله زي العسليه او زي يعني حاجه معسله محطوطه فوق الفشاره. يعني دي شكل الفشار، واللي حواليها ده نوع من انواع العسل اللي هو الكراميل يعني. ندوق تاني بسم الله. اللي انا دقته ده هو ممكن يكون حاجه مختلفه شويه عن الشعب المصري. يعني انا مش متهيألي ان الشعب المصري بياكل فشار بالكراميل اصلا، او الكراميل عموما. يعني الكراميل نفسه عموما في الشعب المصري فين وفين لما تاكل كراميل في كيكه، في حاجه فيها كراميل كده على خفيف كده في وسط كيك، في وسط. بس حتى البسكوت مش. بس انا دقت الفشار ده بصراحه، طعم الكراميل فيه باين حلو. سكر جامل، بس سكر كتير. يعني هو الكراميل اصلا مسكر، والفشار من النوع اللي هو بيبين الحاجه اللي بتحط عليه. يعني انا متهيألي لو حطيته في عسل، الفشار حطيته في عسل هدوق عسل بس، حطيته في مش هدوق مش بس. يعني الفشار نفسه ملوش طعم لو ما حطيت. يعني انتوا فاهميني اكيد. الفشار نفسه، الذره نفسه اللي هو بيتعمل بيه الفشار ملوش طعم خالص، هو بيتحط في الاطعام. كان مخلي طعم الكراميل
طافح قوي يعني زياده قوي، يعني انا يعني مضايقني. يعني انا متهيألي خدت منه واحده بس، كل مره كنت بضم الفشار كذا واحده عشان يضغط طعم بقى. متهيألي لو خدت اكتر من واحده كده هتقرف، مش هقدر اكله كله، مش هقدر ابلعه كله. بس هو مسكر. يعني انا ممكن ان شاء الله يعني مثلا ايه ابقى بتفرج على فيلم ماشي، بس فيلم مش يكون شاددني قوي عشان ما اخدش بالي من اللي انا بعمله ده. عامل بالظبط زي الكاجو، اكنك بتاكل تمسك واحده واحده كده تقوم عامل كده. حلويات. يعني الفشار ده عامل زي تعمل حلويات بالظبط، خلاص كده، غير كلام كتير فيه. انما ما اقدرش تاخد منه شويه كده بتاكل فشار عادي. بس مش طعمه وحش، طعمه حلو ومسكر، يعني اللي هو بس ما ينفعش تاكل منه حبه كتير. يعني ده احلى حاجه فيه، ان انت تاكله وانت بتتفرج على فيلم، تتفرج على حاجه وتاخد واحده واحده كده وتنانا والدنيا تبقى حلوه. انا شايف الفشار دوت، تضحكش عليا في حاجه، الفشار صابح، وده العاده بتاعتهم. احلى حاجه عندهم ان الفشار دايما كويس، كراميل باين، مش باين بالزياده. انا ممكن ادي للطعم دوت من البتاع دوت 9/10. 9/10 ليه؟ ليه 9/10؟ عشان حاجه واحده بس، عشان يعني كتير يعني قللوا طعم الكراميل، ما تخلوش طاغي قوي كده. يعني ما ينفعش احط ايدي كده اهو الاقي واحده فشار عامله كده اهو، واحده فشار عامله كده اهو، ما ينفعش ما ينفعش. ماشي، فما ينفعش حاجه زي كده اديها 10/10. يا اما كله عامل مليان كراميل لدرجه انه مصفر، يا اما كله ما فيهوش كراميل. يعني نركز شويه في الحاجات الصغيره دي معلش، عشان انتوا واقفين مع واحد رخم. نخش مع بعضينا بقى على المنتج التاني. المره دي بقى في عز الساعه اللي احنا فيها وعز اللبس التقيل اللي انا لابسه ده، لما لقيت الايس كريم اللي هو بيك كيك، اللي هو اللي لقيته انا كان نفسي اجربه من زمان اصلا. هو ليه انواع طبعا، يعني هو مش نوع واحد معين، بس هو ليه انواع غاليه جدا، والانواع الغاليه دي تلاقيها في اماكن معينه، ونوع غالي برضو بس مش جدا، وممكن تلاقيه في اي حته بس مش اي حته قوي. ما نتكلمش كتير، ايه رايكم ما نتكلمش كتير ونجربه؟ لان انا متحمس ان انا يعني اجرب منه. ماشي، يلا نقول بسم الله. زي ما احنا شايفين، طن 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 طن، ميجا ماشي ريد فيلفت. ميجا ريد فيلفت زي ما احنا شايفين انه هنا ان هو بطعم الكيكه الحمراء او الكيكه عموما. طبعا ده من شركه نسلي. وميجا احنا اصلا مش فيش اتنين بيتكلموا على ميجا ولا على منتج ميجا نفسه عموما كان باي طعم كان نزل. لان ساعات اصلا ما نزلت ميجا اول مره كانت عامله اعلانات ان هي للكبار فقط اصلا. يعني عارف انت الجنون، عارف الجنون لما تطلع مثلا يقول لك احنا عاملين ايس كريم للكبار فقط، يعني ما تاكلوش صغيرين، الصغيرين ما لهمش فيه. لا، ال 18 سنه اللي ياكل ايس كريم ده ايه ده؟ ايه الدماغ دي يعني؟ خلوا العيال اللي اقل من 18 سنه راحوا اشتروه. اللي هو يعني ايه، عملوا سيستم اعلاني وتسويقي جامد لدرجه ان ميجا يعني الناس بقت متلهفه عليه. وده بقى طعم جديد لسه نازل قريب، مش قريب قوي، من شهرين او حاجه. طعم الكيك اتعرف في مصر انه بطعم الكيك ماشي، عشان ريد فيلفل دي او فيلفت كتيره، يعني اسم صعب شويه على بعض المصريين او اكترهم ماشي. 75% من المصريين بما فيهم انا، فمعروف باسم ايس كريم بالكيك اللي هو ميجا من دولسيكا ب 8 جنيه. خلينا نفتح ونجرب ونشوف، ويا رب تطلع حاجه حلوه، عشان انا متحمس له ومش عايز يعني ايه اتصدم. يا على الريحه. اول حاجه بنفتحه كده زي ما احنا فاتحين، زي ما احنا شايفين الشكل المفروض هيطلع احمر ومن جواه حاجه مزكيكه. اوه هو ده لونه احمر فعلا. انا كل ما اشوف على فكره منتجات ميجا دايما بشوفها لونها اسود من عشان الشوكولاته، طبقه الشوكولاته اللي فيها. المره دي شايفها احمر، ويا سلام يا سلام لايق مع اللبس. يلا نقول بسم الله، بس يا رب ما يقرفناش. يعني انا متحمس له، مش عايز يطلع حتى طعمه، مش عايزه يخلص، انا مش عايز يطلع طعمه وحش ولا يخلص. يلا نقول بسم الله يا رب.
انا حاسس ان كنت مأفور شويه، اخد قطمه كمان عشان اتاكد. لا لا لا، انا كنت غبي. اول قطمه خدتها ما حسيتش قوي بالطعم. زي ما انتم شايفين من جوه الايس كريم عامل زي الكيكه، يعني هو يعني مش ايس كريم كريمه، يعني انا حاسس اصلا انه معمول فعلا اكنه كيك، اكنه كيك فعلا يعني، او هو ممكن يكون كيك تفهمش. ماشي بالنسبه للايس يعني، عشان بس مش عايز اقوله خلاص. لا هي كريمه، هو ايس كريم عادي خالص، بس مضاف عليه طبعا كيك. يعني جوه غالبا الاحمر اللي حضراتكم شايفينه اللي جوه الابيض ده كيك 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 فعلا. ماشي. الطبقه اللي هي الطبقه الخارجيه ديت اللي هي دايما بتتعمل من الشوكولاته، دي معموله من الفراوله بجد. يا حضرتك يا اما فراوله يا اما شوكولاته بيضه، يعني ايه غالبا شوكولاته بيضه متلونه احمر بالفراوله. بس طعمه حلو، يعني طعمه حلو بس مش ده اللي انا كنت متوقع. بس انا مش، انا ليه ضارب قوي التوقع في منتج هيكون عالي جدا التوقعات؟ انا مش عايز اعمل كده، انا فعلا انا غبي عشان عملت توقع عالي قوي على الطعم ده. بس ميجا ده بامانه مش احلى ميجا كلته، يعني انا كلت عملوا انواع ميجا بالشوكولاته كتير جدا وكلها انواعها حلوه وطعمها احلى من ده بامانه والله. ده اللي انا من وجهه نظري يعني. يعني انا ده ممكن اديله 7 من 10، 7 من 10، على ان سعره 8. بس هو لما تيجي تحسبها يعني هو سعره 8 جنيه، معمول فيه مجهود، معمول فيه مجهود. الديزاين جامد، وبص لونه عامل ازاي، بيتفتح سهل بيتفتح سهل. شركه دولسيكا شركه محترمه، 8 جنيه حلو قوي على سعر حاجه بالمواصفات دي. انما الطعم ده طعمه حلو، بس مو اللي هو النوع اللي انا بقول لك عليه قبل كده، اللي هو ممكن اجيبه مره واتنين وما اجيبوش تاني خالص. يعني انا عندي ميجا عملت انواع احسن من ده بكتير، بس حلو ان هي بتفكر وبتطلع انواع مختلفه. يلا خلينا نخش بينا على المنتج التالت. والمنتج التالت ان شاء الله يبقى مفاجاه. المنتج بقى التالت معانا النهارده. المنتج التالت الشركه بتاعته شركه محترمه وكبيره وفي مجال الشوكولاته، وانا من كتر ما هي عماله تعمل منتجات ومنتجاتها غالبا انا كنت فاكر ان هي خلاص كده وصلت لتوب منتجاتها، اللي هو ايه مش هتسمح لي ان انا ابدا اجيب منتج جديد، لان هي مش تعمل خلاص جديد، هي خلاص اللي عاملاه دوت حاجه كده تخليك ايه تقف عندها، وانا مش هيبقى ليا اي بتنجان فيها خالص. عمري ما هدوق ليها منتج جديد لان هي عامله منتجات كلها بتكسب. ماشي في مصر، ومش في مصر، في العالم. بس لقيتها لسه منزله منتج جديد، ده المنتج الجديد نزل له اعلانات في كل حته في مصر، على اليوتيوب تلاقي له اعلانات، على التلفزيون تلاقي له اعلانات، في كل حته في مصر ليه اعلانات. فقلت ما نجيبوش ليه؟ انا اكتع، ولا هي الشركه دي مثلا اكبر مني ان انا اقدر اقول عليها اي كلمه سلبيه؟ انا راجل اقول على السلبي سلبي والايجابي ايجابي. اي حد لا، ما نتكلم ونهري كتير ليه. يلا خلينا نخش مع بعضينا على المنتج التاني. اهو المنتج التالت، منتج زي ما انتم شايفين كده اهو، مش عايز حد يتكلم عليه. المنتج ده دلوقتي اعلاناته مغرقه الدنيا. المنتج ده عباره عن ايه؟ هوت كاكاو او كاكو او امك شوف كاتبينها ايه، هوت كاكاو من شركه كابري. كابري كابري عامله كاكاو كابري. اصلا شركه كابري دي مش محتاجه تعمل كاكاو، شركه كابري دي العالم الكبير في الشوكولاته، ما ينفعش اتنين يطلعوا يقولوا ان كابري وحشه، يعني ما في شفتش اتنين طالعين يتكلموا على ان شوكولاته كابري فيها مشاكل. من ام نص جنيه اللي هي بجنيه لل 15 و30 و40 و45 جنيه شوكولاتات. لقيتها منزله
الكاكاو ده طبعا احنا كنا عارفين كلنا في مصر، لو حبيت تجيب كاكاو يا اما بتروح تجيبه من كورونا يا اما ما بتجيبش كاكاو. يعني بتروح تجيبه من كورونا يا اما بتروح محلات البن ماشي عشان تشتري منهم كاكاو سايب. هو ده احنا في مصر كده. ايه النوع التاني كاكاو اللي كان بينافس كورونا؟ اي حاجه. انما معنى ان كابري تنزل كاكاو، يعني شركه كابري تنزل كاكاو، يعني حاجه تقيله قوي. اوبا، لا ومش منزله الحجم ده بس، ومنزله الحجم الكبير اللي هو علبه قد كده بتشتري بردك منها وبتدوق. والله انا قلت اجيبه وجرب ودوق، خلينا كمان ان هو 3 في 1 زي ما حضراتكم شايفين هنا. 3 في 1. نقرا برضو بيقول لك ايه. هو عباره عن خليط الكاكاو مخفض الدسم محلى ومضاف اليه ايه مواد منكهه. مش بيقول لك يحفظ في مكان بارد وجاف. انا بقى حفظته في مكان بارد وجاف، وهقوم دلوقتي اعمله وبعد كده نجربه مع بعضينا دقيقه واحده وهرجع لكم. وده شكل الكاكاو اهو بعد ما اتعمل قبل ما يتقلب. ماشي، يعني ده شكله كده قبل ما نقلبه ولا اي حاجه. هنقلبه دلوقتي وهندوق مع بعضينا. انا كده عملت الكاكاو بس انا متحمس له قوي، زي ما انا وريتكم الصوره بتاعته في الصوره اللي قبل دي، الفيديو اللي قبل ده. لحظه، يعني مش هتشوفوه فعشان كده عملت له فيديو مخصوص عشان اوريكم شكله من فوق عامل ازاي. ده قبل ما اقلبه او اي حاجه. فانا ايه هبدا اقلبه. اول حاجه هم كاتبين ان هو محلاه، خلاص يعني محلاه وعليه تحليه طبيعيه وكده. فانا ما حليتوش خالص، ما حطيتش عليه اي نوع من انواع السكر. خلاص. وما انهم ان هم برضو كاتبين على البتاع ممكن اعمله بحليب او بميه، وبما ان انا بجربه فانا عملته بميه. انا عايز اوصله لاقل حاجه ممكنه من غير ما اضيف عليه اي حاجه عشان اعرف احكم عليه. ما انا ممكن اضيف لبن او سكر فغير طعمه. انا عايز هم قالوا ممكن هو محلى يبقى مش هحط سكر، وقالوا ممكن تعمله بميه او بلبن فعملته بميه عشان ساعه ما احكم عليه احكم عليه يعني صح. اي نعم شركه كابري شركه كبيره ومش عايزه واحد زي انا ماشي، فاضل له 2 عشان يبقى عشان يبقى 2000 واحد مشتركين عنده، وده بشكرهم طبعا ماشي. بس انا هشرب واقول رايي ولا يهمني شركه كبيره ولا صغيره على فكره. صح صح. يلا بسم الله. فتحنا نجرب وندوق. بسم الله. بص بامانه، شايفين الصدمه اللي على وشي؟ انا راجل من محبي الكاكاو. الكاكاو ده من احسن انواع الكاكاو اللي انا شربتها. ايه نوع كاكاو محترم. بس نمسك بقى ونقول ايه، يعني هو كنوع كاكاو انا عشان راجل بشرب كاكاو كتير فهو من النوع المحترم. يعني انا لو حطيت عليه سكر او عملته بلبن كان هيختلف 360 درجة عن كده. بس انا هتكلم بقى باللي مكتوب قدامي. تقييم. اول حاجة شركة كابري قالت لك ده محلى. محلى يعني عليه سكر. انا ساعة ما دقته ما عليهوش سكر خالص. السكر هو فيه سكر لانه لو مش عليه سكر خالص انا مش هعرف اشربه ماشي. هو عليه سكر بس بنسبه ضعيفه جدا، اكنها معموله ايه ل يعني مثلا ايه، انت راجل بتحب السكر قليل وانت راجل بتحب السكر كتير، فانا نحط لك فيه سكر قليل. عجب اللي قليل ماشي، ما عجبكش انت اللي انت عايز سكر كتير ضيف سكر بقى انت ماشي معاك مني. ده برضه المفروض كان يتعمل سكر مظبوط بس اوكي. بالنسبه ال... يعني انا مش قادر اقول حاجه وحشه والله غير السكر. بالنسبه لما جيت افتحه انا لقيت بفتحه ما يرضيش يفتح سهل وعايز يفتح بمقص، وده حاجه طبيعيه لانك بتشتري حاجه مش هتعرف تاخدها في يعني تفتحها تاكلها في البيت في الشارع. ما انت جايبه عشان تعمله في البيت. فده انا مقتنع تمام يعني. مش بتكلم ان الديزاين صعب يتفتح غير في الحاجات اللي انا المفروض اخدها. لو هاخدها اكلها في الشارع اكلها ازاي في الشارع لو ما بتفتحش. انما دي حتى لو ما بتفتحش ما اقدرش اتكلم عادي لان انت اصلا المفروض تاخده في البيت المفروض تفتحه بمقص.
اوكي. انما بالنسبه للكاكاو، كاكاو محترم، محترم يعني من احسن انواع الكاكاو اللي انا دقتها. ماشي، بس محتاج سكر، يعني ما تكتبش محلى، ما تكتبش محلى. يعني لو هو 3 في 1 زي ما انتوا كاتبين، او ما فيهوش ريحه اللبن، عشان يعني يبقى، يعني انت لازم انت اللي تحط لبن عشان يبقى فيه طعم لبن. ماشي. بس هم يعني هم غالبا بيقول لك 3 في 1، يعني كاكاو ومحلى اللي هو سكر، والمواد الطبيعيه اللي هي التحليه الطبيعيه اللي هم قالوا عليها. مفيش اي حاجه من الحاجتين دول باينين. هو كاكاو بس كاكاو محترم محترم وحاجه تحترم. وفعلا شركه كابري عملت اللي هي عايزاه. بس محتاجين احط زي انا اجيب دوت بعد كده، اسمع كلمه محلى دي اطنشها واحط السكر انا ولبن انا واعمله بقى انا باشا. ازود بقى سكري، اعمل بتاع 3 معالق سكر على الكاكاو كده، واعمل اكني ما قريتش الكلام. ماشي. واشرب وهشرب نوع كاكاو كيف بصراحه. مش هقدر اقول اكتر من كده. وده اخر كلامي عن المنتج ده. والمنتج ده لولا ان انتوا كاتبين انه محلى وطعمه حلو ومش عارف ايه ومش محتاج سكر، لا كنت اديته 10 من 10. والله كان هياخد مني معايا 10 من 10. هو على العموم المنتج ده ب5 جنيه، انا جبته ب5 جنيه. لو حد لقى عندكم ارخص يقول لي، عشان انا شكلي باخد على عيني جامد مش عارف ليه. يعني المنتج ده الكيس دوت بيبقى عندنا ب5 جنيه. اوكي. فانا بقول لكم يعني اللي عايز يجرب المنتج ده، ومنتج حلو جدا، بس ساعه ما تفتحه حط عليه سكرك اللي انت بتحطه الطبيعي خالص، هو كأنه ما فيهوش سكر، كأنه ما فيهوش سكر. خلاص. يعني اللي خايف يجيبه عشان مثلا بيعمل رجيم وخس ومش عارف ايه، يحط السكر اللي هو ما يحطش سكر خالص عليه، هو اصلا ما فيهوش سكر، يعني طعم السكر فيه رايح. بس انا هقول لك تقديري ليه 8 من 10. معك منه من احسن انواع الكاكاو اللي انا دقتها. بس محلى، كلمة محلى يعني يوجد به شيء اسمه سكر. ولو في سكر في ده يبقى لازم يكون معتدل، مش قليل. مش قليل، معتدل، عشان يبان للناس العادية. اوكي. يلا بقى مع بعضينا هنخش نرد على شوية تعليقات في السريع عشان ما نطولش الفيديو اكتر من كده. نخش بقى مع بعضينا على الرد على التعليقات. بما ان انا راجل نساي، ماشي، وكل ما اجي اقول تعليق اقول 2 وانسى التالت. انا النهارده ان شاء الله، ان شاء الله ارد على شويه تعليقات كلهم كتبتهم في ورقه، عشان ايه؟ ابقى فاكر التعليقات بتقول ايه، وان اسماء الناس كمان اللي بتقول التعليقات، لان هم مهمين جدا عندي، وانا بحترم كل المشتركين اللي عندي في القناه. ماشي. فنبدا بالاول بواحد اسمه، بص يا جدعان، كمان بص، عشان اثبت لكم ان هو من احسن انواع وانا بقول التعليقات هشرب منه عادي. طبعا بعد ما ضفت عليه سكر. اول حاجه واحد اسمه محمد سالم او محمد سليم، قال لي انت ليه مش بتاكل كتير من المنتج، او انت عامل رجيم ولا ايه؟ بص يا محمد، انا اقول لك اللي فيها. انا راجل بعمل رجيم. انا راجل بعمل رجيم فعلا، بس بعمله بقالي فتره صغيره، فمش باين على جسمي. لا ما تقلقش، بالعكس انت هتشوف شكل جسمي اكتر في الفيديو اللي معمول في بهاء، هتتصدم. يعني انا لازم اخس، فانا بعمل فعلا الرجيم بقالي فتره، حوالي مثلا اقل من شهر. يعني انا بقالي من قريب، بس مش وانا من اول ما بدات. بس انا ليه بدوق كميات قليله؟ انا بدوق كميات قليله لان انا مش محتاج ادوق كميه كبيره عشان اقول رايي في المنتج. المنتج اللي بيتطلب ان انا اخد منه حبه كتير، او منتج يعني اخد منه اكتر من حته عشان اقدر اقيم، بعمل كده. وبيبان في اكتر من فيديو. لو لاحظت تلاقي عندي الفيديوهات في منتجات ما بدوقش منها حبه قليله خالص، بدوق كده كتير. وفي حاجات بشرب منها كوبايه كامله عشان اعرف طعمها ايه، مش بس مجرد شفطه. لا يعني في حاجات بتبقى كتير معايا. اوكي. بس لو انا بعمل رجيم، انا فعلا بعمل رجيم بقالي فتره قريبه. في واحد بقى اللي انا قلت عليه ان انا هرد عليه في التعليقات الفيديو اللي هو دوت، اللي قال لي عايزانا نخليها 5 منتجات. والله انا حاولت على قد ما اقدر اخليها 5 منتجات. والمشكله ان يعني الفيديو دوت مثلا مطول جدا، يعني انا كده الفيديو ده هيطول. وهو قال لي قبل كده ان هو عايز 5 منتجات علشان هو بيبقى مستمتع بالفيديو بتاعي. الله يخليك.
ومش عايز الفيديو خالص يخلص وبتاع. فانا والله يعني انا مش عارف، انا مقدر اللي انت بتقوله جدا ومحترمه وبحب جدا اللي انت بتقوله والله، ومش عارف اقول لك ايه. طيب يعني مش عارف ارد عليك اقول لك ايه. انا نفسي والله اعمل فيديوهات 5 تاني زي الاول، بس يعني مش فاضي. فانا قررت اعمل ايه بقى، كل فتره والتانيه ان شاء الله هعمل الفيديو اللي هو بتاع المنتجين، اللي هخلي ضيف يعمله ان شاء الله. ولو قدرت اعمله ان شاء الله مره كل اسبوع فانا هقدر اعمله ان شاء الله مره كل اسبوع. بس هو مبدئيا دلوقتي ممكن مره كل 10 ايام ولا حاجه اعمل فيديو يكون فيه ضيف بيطلع ايه، منتجين يدوق. وهنحاول ننتظم على الموضوع دوت. بس طبعا الانتظام بتاعنا اللي هو كل اسبوع هننزل فيديو بيتكلم عن الثلاث منتجات بتاعنا الطبيعي اللي انا بقدمه. وهنحاول ان شاء الله اجيب ضيف يقدم المنتجين اللي بعد كده. خش على اللي بعد كده. اللي بعد كده واحده اسمها ريهام وحيد. ريهام وحيد دي قالت لي ايه؟ قالت لي انا اسف والله يعني انا مش عارف اقول لها ايه. قالت لي دور على بيكرولز اللي هو ميكس جبنه ودوقه. ماشي. طبعا انا يعني سمعت كده رحت دورت، يعني انا قلت ايه، قلت لها كتبت لها في التعليقات قلت لها حضرتك انا هدور عليه وهجيبه ان شاء الله ونجربه مع بعضنا ايه هنا في فيديو من الفيديوهات. طبعا انا كنت بدور عليه عادي، يعني لو بتنزل بتشوف كده يمكن تلاقيه، لو لقيته هجيبه، هو الاولويه ليه. لان حد من المشتركين او حد يعني من المعلق علق لي على فيديو قال لي ايه، وقال لي والنبي هاته. فانا قلنا والله العظيم اجيبه حاضر يعني بتاع هو يعني وشركتي اجيبه. المشكله بقى ان انا كنت رايح الجامعه قريب، فقابلني واحد صاحبي اسمه بشوي. صاحبي دوت اداني بكرولز. فانا خدت البكرولز، ما شفتش حتى الكيس، ما اعرفش ايه الطعم. خدت البكريليوز البكريليوز قال يا ريت اخد البكريليوز، يا رب يا رب اخد البكريليوز يا اخي. خدت البكرولز دوت ماشي ودقته. وبعد ما دقته قلت له ايه ده بطعم ايه؟ قال لي ده بطعم الجبنه الريكفور. هو كان فعلا طعمه جبنه ريكفور خالص يعني. ماشي. فبقول له لا والله. قمت ايه بقول له فين الكيس بتاعه؟ قال لي اهو. شفت الكيس لقيته مكتوب عليه ايه، ميكس جبنه. فانا يعني غصب عني دقته. انا الاول ساعه ما اتكلمت في التعليقات يا ريهام انا ما كنتش دقته، دلوقتي غصب عني دقته. فمش هينفع اجيبه تاني قدام الناس هنا في فيديو وافتحه واعمل نفسي دقته، لان انا ايه، انا ما اعرفش الف، يعني ما اعرفش اقول اوه طعمه وحش جميل لوحدي كده، يعني لازم اكون ضايقه وبقول بامانه. ماشي. انما الارتجال فينا بس ربنا اللي هدينا يعني، بس انا ما بعرفش ايه اكذب على الناس. فايه فانا دقته. فانا بس رايي فيه في المنتج دوت ان هو طعم جبنه ريك فور بس كطعم حلو طعمه جامد، بس طعم جبنه ريك فور جامد. اللي هي الجبنه ريك فور اللي انا ما بحبهاش خالص دي كلتها منه عجبتني جدا. ماشي. بس ما فيهوش طعم ميكس جبنه ده، يعني انسي ما فيهوش طعم جبن خالص غير الريك فور. ولو انت دوقتيه وشفتي طعمه ايه يا ريت تكتبي لي في التعليقات تقولي لي انت شايف طعمه مختلف عن اللي انت بتقوله. اوكي. تعالى بقى نشوف ايه اخر تعليق معانا. واحد اسمه واحده ولا ايه معرفش كاتبه اسم القناه بتاعتها لجمالك يا سيدتي او جمالك سيدتي. ماشي. قالت لي حاجه خلتني عايز اقفل القناه وخلاص كده، ما نزلش خلاص، ما نزلش فيديوهات تاني بقى خلاص. ماشي. قالت لي ايه؟ قالت لي انا اديتك لايك قبل ما اتفرج على الفيديو. يعني بتقول انت طيب جدا. انا طيب؟ لا يبقى انت ما تعرفنيش. انا مش طيب خالص، مش طيب خالص. لا والله انا يعني نتكلم جد، انا والله يعني الناس اللي هي زي دي اللي بتشجعني، ويعني انا بحترم جدا الناس اللي هي كده ومش عارف اقول يعني. انا لما بتبقى حاجه زي كده انا ما ببقاش عارف من جوايا اقول ايه يعني. ببقى مبسوط لدرجه اني مش عارف اقول ايه يعني. اشكرها اقول لها ايه؟ شكرا شكرا قليله يعني. بتقول لي انا بديك لايك قبل ما اتفرج على الفيديو عشان انت راجل طيب وكويس وبتعمل حاجات طيب. ميرسي. يعني انا نفسي اقول اكتر من كده بس مش عارف اقول ايه والله. يعني ميرسي 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 ميرسي. ماشي. اخر تعليق دوت كان اي نعم شويه التعليقات اللي لسه فيها شتايم موجوده، والتعليقات اللي رايحه في داهيه، واللي بتغلب بالاب والام، واللي بيقول لي بطل فيديوهات، وكل الحاجات الزباله دي لسه موجوده. بس انا دلوقتي حبيت في الفيديو دوت عشان انا لاحظت ان انا كل ما اجي اعلق على تعليقات
باخد الوحش وبعد كده باخد شويه من الحلو قليلين قوي، بعد كده باخد الوحش وباخد عشان اتريق على الوحش. لا انا حبيت الفيديو دوت لما باجي ارد على التعليقات، ارد على التعليقات الناس اللي بتكلمني باحترام، مش احترام، الناس الاكثر يعني ليهم مكانه، يعني مشتركين ليهم مكانه كويسه جدا في قلبي. انا بحب واحد بيقول لي يعني بيكلمني باحترام كده، انا ما ب يعني بقاش بصراحه ببقى مبسوط جدا ومش عارف ارد اقول له ايه، من كتر اللي انا من جوايا حاسس ان انا بعمل حاجه كويسه للناس. وان شاء الله لما اوصل ل 2000 مشترك، اللي هو فاضل لي التاني يشتركوا. اشتركوا عندي انا طيب والله، اشتركوا يبقى اتنين. فاضل لي اتنين واوصل ل 2000 مشترك ان شاء الله. ولما اوصل ل 2000 مشترك باذن الله هنبقى بقى نشوف هنعمل فيديو ان شاء الله اللي هو بتاع اللي هو كل ما بعدي 1000 مشترك انا بعمل فيديو مخصوص كده ملوش دعوه بتقديم القناه. وان شاء الله لو وصلنا نبقى نعمل الفيديو دوت بينزل ان شاء الله بعد ما بيوصل للألف، يعني بعد ما بزيد الألف اللي جايه دي بعمله بعدها بيومين بالكتير، وبتكلم فيها على موضوعات مختلفه خالص عن المنتجات دي. بس قول يا رب يكمل زي الفيديو اللي انا نزلته قبل كده اللي هو بتاع قصه اللي هو الوصول ل 1000 مشترك. برضو هتلاقوا اللينك بتاعه في صندوق الوصف، يعني انزل لكم اللينك ده، وهتلاقوا اللينك بتاعت بهاء. يا ريت بس تتفرجوا على القناه، الفيديو بتاعي اللي عامله على القناه بتاعته انا وهو، وقولوا لي رايك، يعني لو اللي هيشوفه يقول لي يكتب لي هنا ايه رايك فيه وكده. واخر حاجه بس احب اقولها لكم، ما تنسوش اللايك، الشير، الاشتراك في القناه لو انتم مشتركتوش، وانجوي.